السلام عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من اللايف بتاعنا ميت ذا كوتش. ولو حد أول مرة بيتابعنا فإحنا لايف أسبوعي بنعمله على لينكد إن وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك. الهدف منه إن إحنا نقابل كوتش من الكوتشز، سواء بقى كارير كوتش، ريليشن شيب كوتش، لايف كوتش، ونتكلم معاه عن السيلف ديفلوبمنت. نختار توبيك من التوبكس ونتكلم عن السيلف ديفلوبمنت. اللايف بتاعنا ده بيكون كل اسبوع يوم الاحد الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. وبعد كده بنعرض اللايف بتاعنا ريكوردد، سواء على بلاتفورمز المختلفه، فيسبوك، لينكد ان، يوتيوب، وبيتحط كمان على برامج البودكاست المختلفة بحيث نقدر نسمعه بعد كده. فأحب أرحب بيكو، وأحب أرحب بالكوتش معايا، كوتش أحمد بغش. أهلا بيك يا كوتش أحمد. اهلا بحضرتك يا مستر عاطف، ازي حضرتك؟ الحمد لله، إيه الأخبار؟ الحمد لله always good. احنا سعداء ان انت معانا النهارده في اللايف بتاعنا، ومستنيين بقى ايه نتكلم في التوبيك بتاع الكارير كوتشنج معاك، متحمسين جدا. وانا متحمس جدا، وطبعا شرف ليا اكيد ان انا اكون مع حضرتك اصلا النهارده. ربنا يخليك يا رب. وبجد يعني احمد اكيد متاكد ان في ناس كتير بتتابع معانا عارفاك كويس. وفرصه برضو ان احنا نبدا بالتعريف عنك، بحيث لو حد يحب يعرف اكتر عنك يتعرف عنك اكتر. فاحكي لنا بقى مين كوتش احمد بغش. الكوتش احمد بخش. انا اتخرجت من باك جراوند انجينيرنج، اتخرجت من كليه هندسه. بحب ابتدي دايما الانترودكشن بده عشان دي اللي بيترتب عليها كل حاجه جت بعد كده وجت في الجيرني اللي بعدها يعني. وكنت في مرحلة الكلية ما كانتش ده الاختيار الأول بالنسبة لي، أو خليني أقولها كده زي ما الشباب بتقولها، يعني إن دي ما كانتش الحاجة اللي أنا عايز أكمل فيها حياتي أو الكارير بتاعي أو الكلام ده كله. والجيرني ابتدت بقى من هناك، ابتدت من وقتها، بحيث التجربة بقى، وأجرب الكارير ده وأجرب حاجة مختلفة هنا وأجرب جيرني مختلفة هنا وأجرب انترنشيب وأجرب كورسات وجربت كذا حاجة. فادتني كتير جدا جدا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، لحد ما استقريت على learning and development. ودي من ضمن الحاجات اللي انا جربتها في الكليه يعني كذا سنه ورا بعض. فاستقريت على مجال learning and development او التدريب او التعلم والتطوير، يعني البوزيشن بالعربي. وخدت الكارير كوتشنج سيرتيفيكت بتاعتي من سنتين او من سنه و10 شهور بالظبط. وكنت الحمد لله الحمد لله من اصغر الكارير كوتشز يعني اللي خدوا السيرتيفيكت دي في الوقت ده. واشتغلت بقى في بروجكتس مختلفه، حاجات ليها علاقه بالكوربريت، حاجات ليها علاقه بالديفلوبمنت، اشتغلت في ايفنتس، اشتغلت 1 اون 1، اشتغلت كارير جايدنس ترينر، اشتغلت في حاجات كانت كلها ديفرنت باك جراوند كده بالكارير كوتشنج يعني بتاعي. والحمد لله الحمد لله يعني قدرت اساعد واتكلم واتواصل مع شباب كتير جدا في سني واصغر مني وممكن اكبر شويه في الحته بتاعت الكارير كوتشنج. قدرت اساعدهم بشكل برضه مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق زي ايفنتس او زي ورك شوبس اشتغلنا عليها. كنت انا في الباك ستيج، ما كنتش انا اللي بديها او كنتش انا اللي بشرحها. وطبعا ده غير الحاجات اللي انا اديتها بشكل دايركت يعني وتواصلت معاهم دايركت. بس ده كده بمنتهى الاختصار يعني. ما شاء الله يا كوتش احمد، وحاجه جميله الصراحه. أنا عجبني الكومنت اللي قلته ان انت كنت من اصغر الكوتشز اللي موجودين، فان انت دخلت ايرلي موضوع الكوتشز ده بصراحه حاجه جميله، لان في ممكن مش منتشر قوي موضوع الكوتشنج لسه ستيل برضو في المجتمع بتاعنا. ان الناس اصلا تروح لكوتش يساعدها في حاجه، واكيد هنتعرض ده احنا بنتكلم دلوقتي. يس فضلا اكيد. بقى عن ان انا اتعلم ازاي اكون كوتش. دي حاجه اصلا يعني ليفل تاني. فاهم قصدي؟ ان انت رحت اتعلمت ازاي تبقى كوتش ان ايرلي ستيجز، مش بس انك تبقى. بالفعل، وده كان فعلا تشالنج في وقت ما قابلني، وقابلني كومنتس من ناس يمكن كوتشز ما شاء الله يعني بقى لها 10 سنين و15 سنه، وفي ناس ممكن تكون اكتر من كده. فكان دايما كنت بقابل التو تايبس اوف فيدباك، او النوعين من الفيدباك او من الكومنتات التعليقات، اللي هي انت لسه صغير، انت مش عارف ايه، انت لسه يعني قدامك الجيرني كبيره، او عايش جدا انت لسه صغير، ده انت قدامك جيرني كبيره بشكل بقى ايجابي، يعني ان انت تبتدي تتعلم وتتطور، ففي خلال سن صغير هتبقى. فعادي يعني، وده طبيعي جدا 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 بيحصل. انا عارف عشان برضو في شباب كتيره جدا هتكون بتسمع الكلام ده وعندها بيجي لها دايما برضو في بالها زي ما اكيد كان بيجي لي وبيجي لكل الشباب، ان يمكن انا لسه صغير، يمكن انا ما عنديش البوتنشال الكافي او ما عنديش القدره الكافيه.
وده يعني بشكل ما يعني ما بيكونش اصح تفكير ممكن نفكره يعني. تمام جدا. انا هاخد بقى من الكلام اللي انت قلته موضوع الشباب الصغير بالذات، اللي هو مينلي بتبقى طلبة الجامعة. وده بالظبط. التوبيك اصلا بتاعنا بتاع النهارده، اللي هو كارير كوتشنج للستودنتس، مينلي setting students on the path of success، او الكارير كوتشنج وازاي الطلاب يبداوا يحطوا كده ايديهم على طريق النجاح. لو ترجمنا العنوان يعني، فده التوبيك بتاع النهارده اللي احنا بالظبط. اخترناه مع بعض. والصراحة متحمس جدا، لاني السيجمنت الصراحه بتاعت الطلبه دي من ضمن احب السيجمنت الصراحه للواحد. ان كلنا عشنا مرحله طلبه الكليه، ونعدي في الكليه والتخبط وان انا في كليه معينه يعني. اكيد انت برضو يا احمد مريت بالتجربه ديت، ودلوقتي كمان من لما بقيت كوتش بقيت اتعرض لاسئله كتير من السيجمنت بتاعت الطلبه. ودي من اغنى السيجمنتس في الشباب كفكر وكطاقه وكوقت وكمجهود وكل الحاجات دي. فخلينا كده نبدأ كده الدiscussion ديت للكونفيوجن اللي بيكون موجود عند الطلبة، أو التشتت اللي بيكون عند طالب الجامعة. إن هو الدنيا مليانة حاجات كتير قوي انترستنج عايز أشوفها وعايز أتعلمها وعايز أعملها، ومش عارف ده صح ولا غلط، الخطوة دي كويسة ولا لأ. التشتت مم. ده اللي بيبقى موجود في الفترة دي، وده طبيعي يعني، ده طبيعي إن يكون موجود كده. هو من وجهة نظرك يا كوتش احمد، انا لو طالب في الجامعة في المرحلة ديت، او حتى في اخر ثانوي، وشايف ان انا مشتت في اهتمامات كتيرة وفي حاجات كتير حلوة ممكن اعملها او اتعلمها او ادرسها او اخد فيها خطوات، واعمل ايه يعني؟ الموضوع ده صح ولا غلط اللي انا فيه؟ وايه المطلوب مني اعمله في الفترة دي؟ دي من اكتر، فعلا من اكتر الاسئله يعني اللي جات لي واللي بتجيلي لحد دلوقتي. دايما السؤال ده موجود بشكل فعلا مش عايز اقول مبالغ فيه، بس بشكل كبير جدا. يمكن اكون مش هكون بافور لو قلت بتساله مثلا بمعدل كل يوم او كل يومين من شاب او من بنت او حاجه زي كده. وعايز اقسم اجابه السؤال ده على مثلا 3 او 4 مراحل ممكن نبتدي نعدي بيهم على الاسبكتس بتاع السؤال او النواحي الجوانب بتاع السؤال. اول حاجه، هل ده طبيعي؟ او هل ان انا مثلا طالب دلوقتي في ثانويه عامه او في ثانيه ثانوي او في اولى جامعه ثانيه جامعه، والمفروض ان انا خلاص دخلت جامعه اصلا، فانا حددت المجال اللي انا هكمل فيه وعرفت انا هعمل ايه وهشتغل ايه والكلام ده كله. هل طبيعي ان انا اكون بحب حاجات مختلفه وعايز اتعلم يعني سكيلز مختلفه او مهارات مختلفه، وعايز اجرب كارير ده واجرب ده، وعندي هنا حاجه وهنا عايز اسميها، مش عايز اطلق عليها حته تشتت قوي، عايز اسميها دوشه شويه. فهل طبيعي ان انا يكون عندي الدوشه دي؟ اه طبيعي جدا 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 جدا. بل ده مش طبيعي لو انت ما عندكش ده. لان دلوقتي في الفيز دي او في العصر ده او في الزمن ده، كم آلاف الكاريرز اللي بتطرح بشكل يومي. اه طبعا قصادها في حاجات ممكن تكون بطلت او ادمت شويه، او في مهن ما بتبقاش ممتهنه دلوقتي او ما حدش بيشتغلها دلوقتي، اه وارد. بس قصاد ده في مئات والاف الكاريرز اللي بتطرح بشكل يومي على الشباب اللي في السن بتاعي واللي اصغر مني واللي اكبر مني. فهو بيبقى في مرحله من انا مش عارف اعمل ايه. وده اصلا بيرجعنا لحاجه كده السيكولوجيه شويه. انا عارف انا هحود عن السؤال سنه يعني، بس هي معضله الاختيار. كل مم. ما الاختيارات بتزيد، كل ما طبيعي اصلا انا مبقاش عارف اختار ايه. يعني أنا لو قدامي تو اوبشنز او اختيارين، اختار واحد منهم. لو قدامي 4، نسبه اختياري بقت 25%. لو قدامي 8، قلت ل 12 ونص. وكل ما النسبه دي عماله تزيد، ما كل ما قدره اختياري على حاجه منهم طبيعي جدا بتقل. فهل ده طبيعي؟ اه ده طبيعي ووارد جدا. فانت لو في المرحله دي كشاب او كبنت في يعني في وقت الجامعه، ده مش مقلق خالص. ايه بقى او بلاش ايه المقلق يعني. طب نبتدي بقى ناخد ستيبس ازاي. اول ستيب هي حته الانفستمنت. انا دايما بحب اتكلم مع الشباب في حتتين مهمين جدا، وهي السيلف اويرنس، الوعي بالذات، والماركت اويرنس. ودول اصلا اساس الكاري كوتشنج. يعني ان انت تبقى مجمع الاثنين دول ببعض، ساعتها هتعرف تاخد قرار بشكل اسهل او بشكل محسوب. فهي حته الانفستمنت دي، او ان انا استثمر في نفسي، ان انا اعرف نفسي، ان انا اتعلم عن نفسي، ان انا اشوف بحب ايه ما بحبش ايه، مهاراتي عامله ازاي، طب انا ايه الحاجه اللي انا عندي شغف ليها، عندي قدره ان انا اتعلمها، ايه الحاجه اللي انا سريع في ان انا بتعلمها، ايه الحاجه اللي انا بحس ان انا I lost track of time بيسموها، اللي ما حسيتش بالوقت وانا بعملها. ممكن تكون مهاره معينه، ممكن تكون حاجه لسه بتعلمها، ممكن تكون هوايه، حاجه حتى لسه بحبها، رياضه مش عارف ايه او حاجه زي كده.
حته الانفستمنت ان انا استثمر في نفسي، ان انا اعرف ده، اعرف عن نفسي المراحل بتاعتي دي كلها. ممكن الاستثمار ده او ان انا اعرف عن نفسي ده او الوعي ده يجي بكذا طريقه. ممكن يجي بالريفلكشن، ان انا اقعد كده اتامل، انا لما عملت كذا مثلا ساعه الكليه، ولما دخلت النشاط الطلابي الفلاني، ولما مش عارف عملت ايه، ولما حد اداني فيدباك مثلا او قال لي رايه في الشغل اللي انا اشتغلته، او لو كذا. فممكن يجي عن طريق ده. ممكن يجي عن طريق الاسسمنتس او الحاجات اللي هي بتتعمل على الانترنت بمساعده كاري كوتش او لوحدي. ممكن ده يعرفني اكتر. وثالث حاجه واكتر حاجه انا بشجع الشباب يعملوها بشكل محسوب، وممكن نحط كده 10 خطوط تحت بشكل محسوب، دي هي التجربه. يعني عمرك ما هتعرف نفسك اكتر غير لما تجرب، وتجرب الحاجه دي وتجرب الحاجه دي وما تحبش ده، ودي تتعلم منها، ودي ما تلاقيش نفسك ماشي فيها قوي فما تنجحش فيها قوي، دي تلاقي نفسك ماشي فيها بسرعه جدا 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 واسرع من اي حد تاني ماشي فيها، ودي مش عارف ايه. فالتجربه دي اكتر مرايه بتحط الواحد قدام نفسه، وهي دايما راجعه لحته السيلف اويرنس دي. اللي انا المفروض اعمله في مرحله التشتت دي، او في مرحله ان انا مش فاهم انا المفروض اعمل ايه. اعرف نفسك الاول، دي البدايه. ما تفكر، يعني احنا دايما بنفكر في النهايه، في خط النهايه، في الاخر، اللي هو انا عايز ايه. انا عايز اخد قرار، عايز اخد قرار دلوقتي حالا، عايز اعرف انا هستقر على ايه. انا الوقت بيسرقني بضيع، مع ان اللي بيجي يقول لي كده بيبقى شاب عنده 18 سنه مثلا، بيقول انا حاسس ان انا مش عايز اقول انا كبرت، بس هو بيبقى بيقول لي كده، بيقول لي مثلا حاسس ان انا متاخر. انت متاخر ليه؟ انت عندك 18 سنه او 19 سنه، بالعكس ده انت في اقصى مرحله التقدم، انت بدري جدا على فكره. يعني انت بدري بدري جدا يعني. فحته السيلف اويرنس دي البدايه بتاعت السؤال ده، مش ان انا اخد القرار، مش ان انا استقر. ارجع بس خطوه لورا كده واعرف عن نفسي الاول. دايما بحب ادي للشباب المثال ده. اعتبر ان هو طريق سفر. انت واقف فين؟ واقف في القاهره، ولا واقف في اسكندريه، ولا واقف في بلد تانية اصلا، ولا واقف مثلا في الصعيد، ولا واقف في البحر الاحمر، ولا واقف مش عارف فين؟ انت واقف فين دي هتحدد انت عايز تروح فين. لان ما ينفعش اقول مثلا وانا واقف كده دلوقتي انا عايز اروح والله عايز اروح السعوديه، عايز اسافر السعوديه. انا فين بقى؟ ما انا ممكن ابقى في جنب السعوديه، ممكن ابقى في بلد تانية عربي تاني، او ممكن ابقى في اوروبا اصلا، او ممكن ابقى في حته تانية خالص. فانا لازم الاول كبدايه ابقى عارف انا رايح فين. ماشي. الحاجه التانية بقى اللي انا ممكن اعملها مع مرحله السيلف اويرنس دي هي الماركت اويرنس، الوعي بسوق العمل. الوعي بطبيعه سوق العمل، الوعي بالشغلانات اللي انا مثلا في التجربه بقى، في الحاجات اللي انا عرفتها عن نفسي، ومساعده مثلا كاري كوتش، او انا عرفت لوحدي او جربت وتعلمت وحسيت ان ده حبه ده مش حبه وهكذا. فابتدي اشوف ايه من الحاجات اللي انا عرفتها عن نفسي ده يتوافق مع الشغلانات عامله ازاي. ايه حاجات ينفع اشتغلها، ايه حاجات انا حاسس ان انا لما جربتها ايام الكليه مثلا كان عندي شغف بيها. ايه الحاجات مثلا اللي انا عرفت ان دي مهاره عندي، لا انا بعرف والله اكريت ديزاين كويس، فممكن ابقى جرافيك ديزاين. انا بعرف والله اكتب محتوى، انا بعرف والله ادي برزنتيشن وتريننج وبتاع وشاطر في الحته دي. انا شاطر جدا في حته البروجرامينج، انا بقعد مثلا معسكر كده اتعلم لغه البرمجه في عدد مثلا وقت معين اقل من العدد من اللي اي حد تاني بيعمله، عدد الاسابيع، او مثلا ساعات بتوصل عدد الشهور. فايه من دول اللي متوافق مع الحاجات اللي انا جربتها او انا اتعلمتها عن نفسي، وابتدي اشوف دخول سوق العمل ده عامل ازاي، الشغلانه دي طبيعتها عامله ازاي، اللي بتحتاج له، المهارات اللي بتحتاج لها عامله ازاي، ايه الموارد اللي بتحتاج لها. بتحتاج مثلا ان انا يبقى عندي سكيلز، ولا بتحتاج ان انا اكون مجرب قبل كده زي مثلا الفوتوغرافي او كتابه المحتوى او كده. فلازم يكون عندي بورتفوليو او حاجات انا عملتها حتى لو فور فري، حتى لو انا نزلت جربت مثلا في الشارع، او انا كتبت محتوى مع نفسي او هكذا. ايه الحاجات اللي من الشغلانات دي هتتاثر بالذكاء الاصطناعي؟ طيب طبيعتها عامله ازاي؟ طبيعتها هقعد اشتغل على اللابتوب وفي البيت وممكن من الشركه والكلام ده كله، ولا هبقى بتكلم مع ناس وبانجيج وانتراكت؟ ممكن ابقى بسافر بحتك في الشارع. طبيعه الشغل عامل ازاي؟ وهل طبيعه الشغل ده هيتوافق معايا ولا لا؟ كل دي حاجات ليها علاقه بالسيلف اويرنس. السالري بتاع الشغلانه دي عامل ازاي؟ البيئه بتاعتها عامله ازاي؟ يعني ايه البيئه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عشان اشتغل ترينر غير خالص لما اشتغل بروجرامر. دي ليها نمط وظروف وبيئه معينه، ودي ليها نمط وظروف وبيئه معينه خالص تانية خالص. فهي دايما رجوعا بقى للمثال بتاع انا عايز اسافر. انا دلوقتي لو عرفت السيلف اويرنس، فعرفت ان انا مثلا واقف في القاهره، ماشي، الشغلانه اللي انا عايز اروحها او الكارير اللي انا عايز اشتغل فيه او اكمل فيه، دي البلد اللي انا عايز اروحها. البلد التانية اللي هي مثلا لو انا في القاهره دلوقتي عايز اروح اسكندريه، خلاص كده انا حددت سيلف اويرنس ماركت اويرنس. انا دلوقتي ابتديت اعرف اخد قرار شويه بناء على معلومات ذات جوده. حلو.
الوسيله اللي في النص دي بقى هي اللي هتوديني. هي ممكن تكون الجامعه، ممكن تكون كورسات، ممكن تكون انترنشيبس، ممكن تكون شغل اشتغلته قبل كده، ممكن تكون حاجات فريلانسنج. لكن ما ينفعش افكر من الاخر للاول. يعني ما ينفعش اقول مثلا انا عايز اروح السعوديه وانا مش عارف انا فين، او عايز اروح اسكندريه وانا مش عارف انا فين، او اقول في ناس مثلا بتبقى جايه بالمنتاليتي بتاعت انا عايز اركب طياره مثلا، انا عايز اقبض بالدولار. ايوه ماشي، ده كلام جميل جدا، بس تركب طياره دي وانت رايح فين؟ يعني هل تركب طياره وانت رايح اسكندريه؟ ده اكشلي ممكن يبقى مضر ليك. يعني انت هتروح طياره توصل مطروح ماشي، وتاخد بقى عربيه ترجعك مثلا ساعتين ثلاثه اربعه لحد اسكندريه تاني. فانت ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتفكر من نص البروسيس او عايز تاخد القرار وانت مش واخده ستيب باي ستيب؟ فدايما انا بحب ادي المثال ده عشان ده بيسهل شويه ال ال الفهم بتاع الكونسبت. فدايما البدايه بتاعت سيلف اويرنس اللي هي انا فين، واقف في انهي بلد او انهي محافظه. الماركت اويرنس عايز اروح فين وهروح لها ازاي، دي بقى الوسيله اللي في النص، دي بقى الترانسبورتيشن اللي في النص. ف يعني لونج ستوري شورت او اختصارا لاجابه السؤال، هل طبيعي؟ اه طبيعي. محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعرف نفسي، محتاج اعرف سوق العمل، محتاج اعرف ادخل ده ازاي. بس. تمام يا احمد، انا عجبني الصراحه موضوع السفر ده، لان دي بسيطه بسطت بيها الموضوع. يعني ان انت كانك رايح حته معينه فتبقى عارف هتروح ازاي وفين بالظبط. وانت واقف فين وكده. فببساطه كده عشان نلخص السؤال الاولاني، طبعا ده طبيعي ان احنا نكون عندنا الحيره دي. ده اتس اوكي يعني ممكن نقول اتس جود تو هاف، او نورمال تو هاف اتليست، يعني ان انت تبقى confused كده. فلو انت حابب تتعرف بقى عن نفسك، دي نقطة مهمة جدا الأولانية أو الطريقة الأولانية. النقطة التانية تتعرف على الماركت وتستكشف الماركت عشان تعرف انت ممكن تتحرك ازاي. فده كده ببساطة الجزئية ديت يعني. اوكي، طب خلاص ماشي، انا كده فهمت وانا كده عرفت ان انا نفسي وعرفت الماركت بتاعي ممكن نقول. سألت كذا حد، رحت مع الكارير كوتش، انا اجتهدت مع نفسي. يعني كل الافكار اللي انت قلتها دي طبعا مطروحة ومتاحة ان حد يعملها يعني. طب في سؤال تاني برضو، اللي هو طب انا ممكن اكون لما عملت الكلام ده حسيت ان انا مش دخلت كلية غلط. عارف اللي هو مثلا يقول لك ايه، اه. انا دخلت مثلا هندسه وانا في الاخر لا، ما كنتش الافضل اروح اخش هندسه، كان الافضل مثلا اخش كليه تانية. او دخلت مثلا تجاره وانا مش بحب التجاره، او مش عارف تجاره، عايز اغير الكارير بتاعتي وانا لسه اصلا في الكليه ما دخلتش كارير اساسا. ف... فساعتها ممكن يعمل ايه؟ يعني ممكن الشخص اللي يحس بالقلق ده انه مش لاقي نفسه بمعنى اصح في الكليه اللي هو فيها، ممكن يعمل ايه او ياخد خطوات ازاي؟ اوكي. السؤال ده مبني 100% على السؤال اللي فات. يعني خليني اجاوب من بيرسونال اكسبيرينس مع بروفيشنال بوينت اوف فيو، يعني من تجربه سابقه او تجربه شخصيه قبل كده مع وجهه النظر العلمي بيقول ايه، او الخبره بالكاري كوتشنج بتقول ايه. اول حاجه محتاجه فاليديت، اتاكد 100% ان الكليه او المجال اللي انا بدرسه ده دلوقتي بكل جوانبه. لان ممكن انا بالنسبه لي الكليه قسم واحد فيها اللي انا متضايق منه وعايز اكيشف منه، بس ممكن يطلع فيه اقسام تانية او جوانب تانية او طبيعه شغل مختلفه بنفس الكليه دي عادي تتوافق معايا واحبها عادي. فمحتاج اتاكد من ده كويس قوي. اتاكد من ده ازاي؟ نفس البوينت الاولانيه، برضو اعمل سيلف اويرنس كويس واكون بجتهد على نفسي. ممكن ارجع للكاري كوتش او ممكن ارجع لحد متخصص، ده مش غلط ومش عيب، وده من الناس اللي هتساعدنا جدا جدا جدا. فرضا انا مش متوفر معايا دلوقتي القدره المعنويه او الماديه او ايا كان، فمحتاج اشتغل على ده. ايه اكتر او اسهل طريقه تعرفني ده؟ التجربه طبعا. تجربه كانترنشيب، التجربه كان انا ابتدي اشتغل فيها شويه لو ينفع كتدريب مش عارف ايه، وهكذا. وفي الجوانب المختلفه اللي احنا قلنا عليها، وده بالفعل اللي انا كنت عملته. يعني حتى من مم. ايام الكليه كنت بنزل تدريب ليه علاقه بالكليه والكهرباء والكلام ده كله. ف عشان انا كنت قسم كهرباء باور يعني. فكان ده الابروتش بتاعي او ده المنطلق بتاعي. فرضا ان انا عملت خلاص الجانب الاولاني ده واتاكدت انه 100% دي مش الطف حاجه بالنسبه لي او مش اكتر حاجه انا عايز اكمل فيها، انا بالعكس عندي طاقه تانية وحماس تاني ناحيه مجال معين او ناحيه صناعه تانية. دي بقى الخطوه التانية. خلاص طالما انا اتاكدت ان اللي فات ده يعني باب مقفول، عايز اسميها كده باب مقفول، ابتدي اشوف بقى افتح انا باب تاني او اشوف باب مفتوح تاني. في الفتره دي
في بيحصل حاجتين، يعني الشباب بتسيب الكليه خالص وما بيهتمش بيها وبيأجل وبيسيب السنين والكلام ده كله، او بيركز في الكليه جدا عشان يخلص وبعد كده يشوف هيعمل ايه. من وجهه نظر شخصيه، ومن برضو الاكاديميك باك جراوند او البروفيشنال باك جراوند، الخبره بالكاري كوتشنج يعني، قدر الامكان ممكن الشخص يمشي في الاثنين بارallel مع بعض. فبيبقى في الكليه قدر الامكان بيذاكر، بيحاول يجيب تقدير متوسط متواضع، ما يستهلكش من وقته كتير جدا، بالذات لو هو في كليه سهله او لو في كليه بسيطه. وبيشوف اللي احنا بقى قلناه في السؤال الاولاني، اعمل ايه؟ طيب انا ممكن اكون متشتت دلوقتي، متلخبط، عندي اهتمامات كتير، عندي شغف كتير، انا مش عارف اعمل ايه. نعيد بقى السايكل بتاع السؤال الاولاني تاني، كاني جاوبت من السؤال الاولاني تاني. انا قدامي مثلا اوبشنز كتيره على الترابيزه، حلو، ممكن اكون انا مش عارف اخد ده ولا ده ولا ده، قدامي 10 حاجات مثلا، قدامي 20 حاجه، مش عارف اخد انهي حاجه منهم، بالذات ان كليه واحده دلوقتي زي بيزنس او هندسه حتى، او ايا كان ايه كليه تانيه، او حتى ألسن، التخرج منها او الاقسام اللي ممكن الشخص ده يشتغل فيها كتيره جدا. كليه واحده ممكن يبقى فيها 7 8 9 اقسام، دي كليه واحده. وفي شغلانات بقى ما بتحتاجش كليات اصلا، وبرده الستريم بتاعهم عالي قوي قوي، يعني الدخول فيه عالي قوي. فانا بحتاج بقى ارجع للسؤال الاولاني، اعمل سيلف اويرنس كويس وماركت اويرنس كويس، وابتدي اقرر وابتدي اشوف انا فعلا هدخل المجال ده ازاي، بحيث ابقى ماشي الاثنين بارالل مع بعض. انا باخد خطوه هنا، مش سايبها، مش ضايع قوي او مش بنهار قوي، في نفس الوقت باخد خطوه هنا. اللعبه كلها هي لعبه بس ديسيبلين شويه، انضباط شويه. ساعات الشباب بتبقى بتميل اكتر انه لا انا مش هضغط نفسي قوي، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش قادر اقعد بعد ما ارجع مثلا كليه اذاكر او اشتغل على حاجه تانية او اتعلم حاجه تانية او بتاع، انا عايز انزل، عايز اخرج، عايز اتفسح، عايز في الويك اند العب. بس انت تاني لو انت بتعمل حاجه زي دي او عايز تهتم بمستقبلك او عايز تفرق في المستقبل بتاعك، تغير فيه حاجه او تاخد قرار صح او تادفانس فيه، تتطور فيه، تبقى مختلف عن بقيه الشباب اللي في سنك او الافريج، تحتاج شويه مجهود اضافي شويه. يعني هتحتاج ان انت ممكن تضغط نفسك مثلا في الاسبوع شويه. ما بقولش ان يعني برضو الترند بتاع موت نفسنا من الشغل ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس قدر الامكان بالبالانس وبالمتوسط ادخل بقى تاني في السايكل بتاع السيلف اويرنس والماركت اويرنس. التشالنج هنا اكبر تشالنج مش فكره ان انا هكارير شيفت او ان انا هضغط او ان انا بتاع. التشالنج دايما بيجي من الناس اللي حوالينا، بيجي من البيت، بيجي من صحابنا، بيجي من السوشيال ميديا، بيجي من كل الحاجات دي. وعادة بالذات يعني لو الشاب ده او البنت دي في كلية برضو الى حد ما ليها يعني ليها وضع او ليها ايمج او الناس بتبص لها على انها، او حتى لو يعني عادي، بس دايما بيبقى ايه هم كاهالي او كاصحابنا او حاجه من خوفهم علينا او من حبهم لينا، طبعا ده 100%، بيبقوا شايفين ان عصفور في يد خير من الف عشرة. فانت هو عايزك تستقر بقى خلاص، انت يعني انت عايز تسيب ده، عايز تسيب حاجه انت بتكمل فيها، عايز تسيب حاجه انت بتدرسها، انت اوريدي خلاص ممكن تكون على درايه بيها ودخلت المجال وانت عارفه وكل حاجه. بس البرسبكتيف هنا بيبقى دايما حب، يعني هو بص لنا من منظور حب، طبعا ما فيش اي اعتراض على ده. الفكره بس ان انا ما اخافش من الخطوه لو انا دارس كويس وعملت الخطوتين الاولانيين كويسين. هما بيبقوا مش شايفين اللي احنا شايفينه قوي، احنا بنبقى على درايه شويه ان احنا عارفين عايزين نعمل ايه، الخطوات اللي هاخدها دي مش المجال اللي انا عايز اكمل فيه، ان انا مش هبقى شاطر فيه. فعادي ان انا ابتدي من الصفر تاني في مجال تاني، عادي ان انا اجرب، عادي ان انا اغلط، خصوصا كمان ان الدراسه مثلا في الكليه هتبقى 4 5 سنين. لكن سنين الشغل، لو احنا مثلا بنتخرج عندنا 4 25 سنه مثلا بعد الجيش ومش عارف ايه، على ما ان شاء الله بنطلع معاش يعني بيبقى 60 سنه، فده احنا بنتكلم في افريج 35 سنه مثلا او حاجه، رقم. فانت بتقارن او كطالب او كولي امر او كده، بيقارن ال4 5 سنين اللي هو عاش فيهم في الكليه وبيقول ياه انا لسه هبتدي من الصفر تاني. انت اكشلي محتاج تبتدي من الصفر تاني عشان في 35 لسه سنه جايين. انت بس واقف على اول ميل من الطريق وبتقول انا مشيت كتير قوي، مع ان لسه في كتير قوي لسه هيتمشي. ف اتس worth او هو جدير بان انا استثمر في نفسي تاني عشان السنين اللي جايه كلها يعني. بس اوكي كوتش احمد، انا بصراحه مبسوط بالاكسبريشنز اللي بتستخدمها، اللي هي فعلا بنسمعها كتير من النتورك بتاعتنا بقى، حد قرايبنا، حد زمايلنا في السن دوت. ففور مي بصراحه يو تاتش ايفن حتى الوردنج يعني مش عايز اقول لك، انت بتقول كلمات بتتقال نصا كده، اللي هو عارف اللي هو احساس الزهق او ان انا ما عنديش طاقه او مجهود او
انا عارف ان انا ممكن اعمل حاجه تانية احسن، بس لا يعني فعلا الحاجات دي فعلا بجد ريل اكزامبلز. فبجد ثانك يو سو ماتش احمد على الريفليكشن ده، بجد ما شاء الله يعني. رائع. وفعلا يو تاتش ايفن بقول لك حتى الوردنج، حتى الكلمات اللي بتقولها اي فيل ات، يعني اي كان ريكول ات بسهوله، او اخد بالي الناس سمعتها قبل كده، فعلا في حد قال حاجه تشبه كده بالظبط. ففعلا ده بصراحه خلينا نتفق برضو انها مرحله مش سهله. مرحله صح الكليه ديت صح. عدت علينا كلنا، وبتعدي على اوريدي شباب كتير. لازم ترولي نقول ان هي فعلا حاجه مش سهله. ولكن مش معنى انها مش سهله انها صعبه، يعني هي برضو مش صعبه، يعني هي مش سهله ومش صعبه. هي مم. محتاجه بس ان احنا نبقى اوير بيها وناخد الستبس. زي ما اتفضلت يا كوتش احمد ووضحت باكتر من انسايتس. وده ياخدني على السؤال الثالث، ان هو طب انا دلوقتي ماشي في المرحله ديت، محتاج اتعلم ايه؟ طيب يعني انا سني دوت، اللي هو انا لسه مش حد متخرج فعارف هشتغل في ايه، او انا لسه حتى مش حد صغير في المدرسه، انا خلاص يعتبر مم. اولموست خلاص ثانويه عامه، او انا في الكليه دلوقتي. هل في سيت اوف سكيلز معينه او مجموعه مهارات افضل وقت اتعلمها فيه هو السن بتاعي ده، اللي هو سن الجامعه؟ ف... مم. فرايك ايه كوتش احمد برضو من خلال خبرتك في الكوتشنج مع السيجمنت ديت؟ من وجهة نظري المتواضعة جدا جدا جدا، السكيلز الوحيدة اللي أعرف أسبريدت أو أفردها على كل الفئات بتاعة المدرسة مثلا أو الجامعة اللي فعلا هتفيدهم جدا جدا قدام، السوفت سكيلز بجميع جوانبها. لو هنتكلم في سكيل او اتنين هنقولهم دلوقتي، بس المهارات الناعمه زي ما بيسموها او مهارات التواصل او الانجيجمنت او السوفت سكيلز هي معروفه يعني، من اكتر الحاجات اللي طبعا ديفنتلي فرقت معايا، واللي بشوفها بتفرق مع شباب سواء بالسلب او بالايجاب. يعني انا بشوف ده وبشوف ده. بشوف الناحيه دي لو حد مثلا شاب ما شاء الله شاطر ممكن يبقى عنده 18 19 سنه، بس المهارات دي او السوفت سكيلز دي حته النيجوشيشن والانتراكشن والكوميونيكيشن، بالذات لو في تريننج ازاي بيكوميونيكيت مع زمايله، ازاي ممكن يكوميونيكيت معايا انا، ازاي بيدي امبريشن ان هو حد واعي وفاهم، ازاي ممكن مثلا لو في جيم او في حاجه مثلا في التريننج واختلفوا ازاي بيكوميونيكيت ده، ازاي بيبريزنت فكرته، ازاي عارف ينيجوشيت كويس، ازاي عارف الحاجات دي كلها احنا للاسف يعني ما بنتعلمهاش في المدرسه ولا في الكليه. عشان كده كنت بقول التجربه دي من اكتر الحاجات اللي بتفرق معانا في الحته دي، الانشطه الطلابيه من اكتر الحاجات اللي بتفرق معانا. حته السوفت سكيلز كلها بجوانبها فعلا فعلا فعلا، يعني من صميم خبرتي ومن صميم احتكاكي بالشباب بتفرق جدا. فهو بيبقى داخل انترفيو مثلا، هو مش فاهم ان هي دي كوميونيكيشن 101. هو مش بيتسأل، هو مش داخل امتحان، هو داخل يكوميونيكيت مع الشخص اللي قاعد ده عن نفسه وعن باك جراوند اكسبيرينس او الحاجات اللي هو اشتغل فيها، الحاجات اللي هو بيحبها، هو مهتم يشتغل ازاي. هو كلها هو بيبريزنت نفسه. ففي شباب ما عندهاش الحته دي، فبيخش داخل فاكر انه داخل امتحان، بيتوتر بيبانك، ممكن ما يبوظ الدنيا. لما بنيجي لحته السالري دي نيجوشيشن بحت، فانت ازاي بتنيجوشيت بروفيشنالي، انت مش لا بتقلل من نفسك ولا مش عارف بتعظم نفسك قوي ولا اي حاجه، بتكوميونيكيت بروفيشنالي ازاي مثلا السالري اللي انت عايزه او السكيل سيتس بتاعتك دي تتقدر بكام. لما مثلا بيحصل مشكله في جروب مشروع تخرج او حاجات زي كده، او في جروب في الجامعه او في ايا كان، الكونفليكت مانجمنت بتاعك عامل ازاي؟ يو ار هارد تمبرد، يعني انت بقى بتاع ومش عارف ايه وتشد وهتحمق كده وابوظ الدنيا واتخانق واعمل مشاكل وبتاع، ولا يو هاف دبلوماتيك بوينت اوف فيو، انت عارف تبقى دبلوماسي، عارف تتعامل، عارف تكوميونيكيت مع ده، عارف تكسب ده، عارف تاخد ده، عارف تميك نتوركينج، تعمل نتوركينج. من اكتر برضو الحاجات اللي بتفرق جدا جدا في السوفت سكيلز النتوركينج، شبكه العلاقات. 80% جيف اور تيك، يعني من 60 ل 80% من الشغلانات اللي بتتملي بالتواصل من نتوركينج. برفع سماعه التليفون كده على حد، تعرف حد فلاني بيعمل حاجه فلانيه، تعرف مش عارف ايه بتاع. انا يمكن قابلت حضرتك حتى في نتوركينج، جمعنا شغل ما فتعرفنا على بعض وادينا اهو في البودكاست. فده في حد ذاته نتورك، ده في حد ذاته سوفت سكيل ممكن تكون حد بيتعلمها. 15 او 20% بس من الشغلانات اللي بنشوفها على لينكدين، موظف وبتاع. في كتير قوي بيتملوا بالطريقه دي. من ضمن الحاجات برضو الشباب بت اندر استيميتد جدا حته البروبلم سولفنج. انا مثلا تكون دلوقتي مدير شركه او مدير ايا كان، جبت حد يشتغل معايا، حلو، مش عايزه كل ما يحصل معاه مشكله
او مش مشكله، قصدي حاجه مش فاهمها في الشغل، او حصل حاجه او disturbance بشكل ما، كل الشغل طبيعي تحتاج مسؤوليه بقدر يعني كبير. ما يرجعليش بقى مش كل حاجه انا عايزك تعمل، انا مش فاهم دي، انا مش عارف ايه، طب ممكن تكلم لي فلان، طب ممكن تعمل لي فلان. ما انا لما كنت مكانك او قبل ما اجيب حد كنت انا بحل انا الحاجات دي. انا جايب حد عشان هو يبتدي يمانج حته البروبلم سولفنج دي، ويبتدي البروبلم سولفنج دي مش اللي هو يعني هحل مشاكل الكوكب اللي هو ال 13 جي ديز او الحاجات اللي هي بتاعت امريكا وكده، بس قصدي انه انا دلوقتي محتاج حد يعرف يمانج ريسبونسبل، يتيك كريدت، يبتدي يعرف يشتغل الحاجه اللي هو بيعملها دي. فالبروبلم سولفنج دي برضو بتيجي ازاي؟ تيجي عن طريق ان انا اكسباند السكيل سيتس بتاعتي، ابقى عارف ان مفيش حاجه اسمها يعني ما اعرفش. انا ما اعرفش لسه، كلمه لسه دي بتقضي خلاص على الجمله. يعني انت ما اعرفش لسه مايند سيت تانية خالص، تانية خالص. ما اعرفش لسه دي بس هي تايبنج على الكيبورد على جوجل او على اليوتيوب انت عرفت خلاص، دون يعني الموضوع خلص. فدي الكونسبتس دي كلها، يعني بنتكلم في بروبلم سولفنج، بنتكلم في ليدرشيب سام هاو. الشاب ده بيترقى وبيبقى ليدر وسينيور ومعاه تيم وبتاع، جميل جدا وهو شاطر وما شاء الله كفاءه وكل حاجه. انت عارف ازاي تمانج؟ ولا بالنسبه لك الناس دي ارقام؟ يعني انت شايف الشخص ده رقم وده رقم وده رقم، ولا انت شايف ان دول ناس فعلا فعلا دول بني ادمين وبيتعاملوا بطريقه معينه، بنتكلم معاهم بطريقه معينه؟ فبروبلم سولفنج من ضمن الحاجات مثلا التايم مانجمنت. دي اكتر هي انا ما بحبش الكلمه قوي لانها برضو بقت كليشيه دلوقتي، بقت دارجه كتير قوي، اللي هو تنظيم الوقت او التايم مانجمنت او كده. بس قصدي لو عايز اربطها بحاجه، تقسيم المهام بالقدره على توزيعها لحد الديدلاين. بس انا دي يعني تعريف التايم مانجمنت. بتعرف تعمل ده ولا انت بتلاقي في الاخر بنذاكر المنهج كله ليله الامتحان، وبنعمل التاسك ساعتها، وبنكتب مش عارف ايه، واحنا هيتسلم الديدلاين كمان 3 دقائق؟ فهل ده اللي بيحصل؟ فدايما مديري فين 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 فين، هات الحاجه، هات مش عارف ايه. فانا بقيت متعب بالنسبه له، انا عمال لو انا ما يعني كمدير، يعني لو انا فضلتش ازن عليه مش هاخد نتائج. انا ما فيش شغل بيستحمل حاجه زي دي. محتاج يكون عندي سيلف ديسيبلين او انضباط مثلا، ان انا عارف التاسك دي بتاعتي، المذاكره دي بتاعتي، الستودنت اكتيفيتي مثلا الحاجه اللي احنا هنعملها دي بتاعتي، الشغل الفلاني الحاجه دي تحديدا في الشغل بتاعتي. فانا عندي accountability، انا مسؤول من ده، وعندي انضباط. مفيش بقى حاجه اسمها هخرج هتفسح هتدلع هعمل مش عارف ايه إلا لما اخلص ده. ممكن تكون انضباط ده في الجيم، ممكن يكون انضباط في الرياضه. دي من ضمن السوفت سكيلز، كتير قوي، حاجات كتيره جدا، شويه تركيبات كده، كل حاجه ليها ماسيف. ماسيف دي يعني ضخم بشكل كبير جدا، ليها امباكت، تاثير ضخم بشكل كبير جدا 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 على حياه الشخص ده المهنيه، بشكل كبير، بشكل فعلا ممكن يكون مبالغ فيه. فدي وجهه النظر الشخصيه بتاعتي طبعا. لا أشكرك جدا يعني يا أحمد، أنت أسحبت و I like your motivation. يعني بتتكلم بصراحة بقلب جامد أنت. اه اصل انا بجد اتراكتد للبوينت دي جدا، وساعات بتحمق لها كده. يا جماعه you can do something، يعني انت ممكن تعمل حاجه لو انت لسه مش عارف تعمل ايه، وانت لسه شاب في الجامعه مش عارف تعمل اي حاجه، حتى مش عارف تعمل سيلف اويرنس، ابتدي بدول، دول هيخلوك تعرف بقيه حاجات تانيه. يعني انا هكومنت على حاجتين. موضوع السوفت سكيلز انت وضحتها ما شاء الله يعني، وبشكل مستفيض، انها نقطه مهمه جدا جدا ان احنا ننميها فينا. والنقطه التانيه برضو انت قلتها وزين كل الاسئله اللي فاتت، موضوع التجربه، وانك تبراكتس وتنزل ستودنت اكتيفيتي، تنزل في حاجه تجرب بالظبط. كذا، تجرب كذا. ف يعني التجربه خير دليل يعني على اي حاجه انت تعرفها او لا. فدول يعتقد مين تو اوتكمز من الاجابه او الاجابات اللي انت وضحتها يا كوتش احمد يعني. ثانك يو. شكرا لحضرتك. وخلينا ندخل بقى للسؤال اللي بعد كده. وهو صراحه في سكوب بتاعنا مينلي يعني موضوع الكوتشنج بشكل عام. هل او امتى اروح للكارير كوتش؟ الكارير كوتش فعلا هيفيدني ولا؟ لان في بصراحه في تو ويفز في موضوع الكوتشنج دوت، الواحد بيسمعهم كتير. في ويف اللي هي روح كوتش، لازم يكون ليك كوتش، وما ينفعش ما يكونش ليك كوتش او منتور، او في كده ستريم بيمشي كده. وفي ستريم بصراحه العكس تماما، اللي هو ايه الكوتشنج ده يا جماعه، ويعني ايه كوتشنج ومفيش حاجه اسمها كده، عارف اللي هو الاوبزيت تماما يعني. اه ف... فبرضه من وجهه نظرك كوتش احمد، احنا دلوقتي امتى انا كطالب مثلا جامعه امتى اروح للكوتش؟ والكوتش فعلا ممكن يفيدني ازاي؟ او امتى يفيدني الكوتش دوت فعلا؟ اوكي.
عايز بس اجاوب على الحته اللي حضرتك قلت عليها، اللي هو لازم يبقى ليك كوتش او ليك منتور او كده. المنتور تعريفه شويه مختلف عن الكوتش. الكوتش دايما بيبقى بيجايد شويه، خلينا نعتبرها مثلا احنا واقفين في شارع ضلمه، الكوتش بيبقى ماسك كشاف بس بيشاور كده للستودنت او للشخص اللي معاه على الشارع ازاي يمشي. المنتور بيبقى اكتر ان هو ممكن يمشي معاه الطريق، ممكن يستناه قدام، ممكن يقول له دي الطريقه اللي هتمشي بيها، يعني لازم تاخد الخطوه هنا، تحط رجلك هنا وتحط رجلك هنا. ساعات بيبقى معاه المعلومه بيتشالنج هيم. فالمنتور ليه دايركشن تاني غير الكوتش. لكن الكونسبت بقى بتاع اللي هو طالع برضو ترند دلوقتي، لا او كوتشنج ايه وايه الكلام ده وبيعملوا ايه الكلام ده، ده شويه لسه زي ترند في مجتمعنا العربي، مع انه من زمان موجود في المجتمع الغربي، وابتدى اصلا بالكوتشنج بتاع الرياضه، البيسبول والباسكت بول، وهم كمان مهتمين قوي بالامريكان فوتبول والحوارات دي كلها. فدايما المدرب بتاعهم هو، حتى كلمه الكوتشنج دي جت من هناك، جت من المدرب ده. الكوتش ده كان بيدخل اكتر او بيشتغل اكتر في اكشلي في افلام وثائقيه كتير، وفي افلام عادي نزلت في هوليوود، قصص حقيقيه عن كوتشز كانوا ازاي بيدربوا وبيشتغلوا مع الشباب دي على مايند سيت قبل ما يشتغل على جسم، ويقول له ترمي الكوره كذا وتعمل كده. بيشتغل على مايند سيت، بيشتغل على فكر، بيشتغل على اتيتيود، بيشتغل على ديسيبلين، بيشتغل على شخصيه، بيشتغل على كاركتر. فشويه الترم بقى دارج هناك، وحصل حواليه بقى الضجه والعلم بتاعه والكلام ده كله يعني والديفلوبمنت بتاعه، ونزل هنا بعدها بقى مثلا بتاع 30 40 50 سنه ولا حاجه. ف الدايركشن هنا بقى هو خد ترند كده كليشيه برضو شويه. وطبعا انا يعني مش اصح حاجه هو طبعا الترند اللي هو طالع، الناس اللي بتقول عمل عكس كلمه قلم ومش عارف ايه، وانت قول لنفسك ايه في المرايه وبتاع. ده الدايركشن اللي يمكن مضر شويه. هل في دايركشن تاني؟ اه طبعا ديفنتلي في دايركشن تاني. الكارير كوتش ده بقى، او الكوتش بشكل عام يعني، كان يدخل في الكارير، هو شخص زي ما قلنا في الاول بيجايد طبعا الطريق. مش بيجايد، خلينا نقول بينور الطريق للستودنت اللي معاه او للطالب اللي معاه او للكلاينت اللي معاه. ده الاكسبريشن بقى بالظبط، الكلاينت اللي معاه او العميل اللي معاه. ف كوتشي. مش بيقول له تعمل ايه، مش بيديله حلول صريحه يقول له انا، او لو مثلا كارير كوتش بقى، لو دخلنا في كارير كوتشنج ما بيجيليش كلاينت مثلا اقول له والله انا شايفك تنفع بروجرامر. ديفنتلي ما ينفعش. مش بيقول لي مثلا عايز اعمل كارير شيفت وبتاع، مثلا مش عايز اصرف منين وهعمل ايه وبتاع، اقول له طب ما انت معاك عربيه تحت ما تبيعها واصرف على ما تلاقي شغل. ديفنتلي انا ما بديلوش حلول، ما بتكلمش معاه في اي حاجه خالص ليها علاقه بديسيجنز. مش ما بتكلمش معاه، مش باخد له انا القرارات، يعني انا مستحيل اخد له قرارات. طب بعمل ايه؟ ببقى الكارير كوتشز او الكوتشز عموما بشكل عام في خلال السيرتيفيكت بتاعتهم بيكونوا متدربين او بيتدربوا ازاي يساعدوا الكلاينت عن طريق حاجتين. اول حاجه عن طريق اسسمنتس او ادوات. اسسمنت ده زي بتبقى تقنيات معينه، او مش عايز اقول امتحانات يعني، بس اسسمنت حاجات بتتعمل على حاجات بتتعمل اونلاين، في منها حاجات فيزيكال وكروت وبتاع ومش عارف ايه، بتساعدنا اكتر لاستكشاف الكلاينت ده او العميل ده. وهو كمان بيستكشف نفسه طبعا، ما هو لما بنخليه يعملها بيرجع لنا باجاباتها، بنفهمه ده ايه وبنفهمه هو ايه. فيبتدي هو ويبتدي يكليك بقى دماغه تنور كده حاجه، انا عارف ده، انا خدت بالي من ده، انا مش عارف ايه. ويبتدي كانها مرايه، كانها النور، هو بينور جواه، هو فاهم شويه، هو بيعرف يعمل ايه والكلام ده كله. والحاجه الثانيه اللي يكون بالكوتش، يعني دي اول حاجه الاسسمنتس، وفي انواع كتير، وفي بايد وفي فري، في حاجات لازم اكون سيرتيفايد فيها عشان اعملها، في انواع كتير جدا. تاني حاجه وهي غريبه شويه، وهي السؤال. ازاي اسال اسئله صح، وايه انواع الاسئله الصح اللي تخليني اعرف برضو تاني حته السيلف اويرنس دي، وازاي ريفلكت عليها. فلما يجي مثلا حد كلاينت عميل طالب يقول لي والله اصل انا مهتم بالبروجرامنج وبحب جدا بروجرامنج ومش عارف ايه، بس ماليش طاقه اقعد على المكتب. حلو. انا ما ينفعش أقول خلاص يبقى ما ينفعكش البروجرامنج، لا، انا ممكن ابتدي ادور شويه ورا ليه ملوش طقطان يقعد على المكتب. هو ممكن يكون الاتنشن سبان بتاعه قليل، بس ممكن يكون بيتعلم بروجرامنج لانجوج مش حاببها. ممكن يكون نافع معاه يو اي يو اكس ديفلوبمنت، او الحاجات اللي هي زي الجرافيك ديزايننج اللي هي الويب ديزايننج، مش الويب ديفلوبمنت. يعني هو عايز يشوف شكل الويب سايت بعد ما اتعمل ويبقى بتاع ويجيت انتراكت. ممكن يكون بيتعلم بروجرامنج لانجوج هو مش حاببها. ممكن يكون كذا 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 كذا. فانا بالنسبه لي الجمله اللي هو قالها دي هي جمله فاليد. اه طبعا هو فعلا مش قادر يقعد على المكتب،
بس مش مسلم بيها، تعالى نطعن فيها شويه. تعالى نشوف انت ليه مش عايز تقعد على المكتب، تعالى نشوف انت ليه ما عندكش طاقات، تعالى نشوف هل انت فعلا ما عندكش طاقات تقعد على المكتب، ولا انت بتعمل حاجه غلط، ولا انت مثلا بتتعلم من شخص اونلاين مثلا او يوتيوب او على يوديمي كورسيرا اي حاجه، مش محببك في ان انت تتعلم، يعني انت تحسه ممل، او بتحس ان هو الفيديو طويل قوي وهو نايمان جدا، فبتحس ان انت مش قادر تقعد تتفرج عليه، مع انك شاطر جدا لما بتعمل بروجكت او بيديلك تاسكايه، انت بتلاقي نفسك كده عملتها كده وشاطر وسهل فيها. فدي كلها علامات استفهام بتطلع في دماغ الكارير كوتش. تعالى بقى، وطبعا أنا مش كل ده بنقوله للكلاينت، بس كل ده بنبتدي نطرح عليه اسئله. طب كلمني اكتر، طب احكي لي اكتر، فيبتدي هو لما يتكلم نلقط احنا بقى ايه اللي هيتسال عليه عشان نعرف اكتر الشاب ده او الكلاينت ده او البنت طبعا دي ايه تحديدا في اللي هي قالته اللي مش عاجبها في البروجرامينج لانجويج او في البرمجه او في قعده المكتب او الكلام ده كله. هو ده الكوتش، هو بيساعدك، بينور الطريق، بيعرفك نفسك اكتر خلال اسسمنتس وخلال اسئله معينه، بيمشي معاك البروسيس بيساعدك تفكر تاخد قرار بيزد على ايه الحاجتين اللي احنا قلناهم في الاول خالص، وقلنا ده الثيم بتاع البودكاست ده كله: سيلف اويرنس وماركت اويرنس. بيعلمك تولز ازاي تعمل بيها سيلف اويرنس، وبيعلمك تولز ازاي تعمل بيها ماركت اويرنس، ويكون معاك يتاكد في حاجه اسمها فاليديشن، ده لازم يتاكد ان انت فهمت المعلومه دي صح عن نفسك، وبعد كده تخوض في الجيرني بتاعتك، يتاكد تاني تخوض، يتاكد تاني تخوض، لحد ما يدخل على الماركت اويرنس. يدخل على الماركت اويرنس بيعلمك التولز، وتخوض انت الرحله بتاعتك، ويبتدي هو يتاكد منك ويفاليديت ده، ويسال السؤال اللي يتاكد منه ان انت فاهم صح، وان انت دورت صح، وان انت اتعلمت صح. فكل ده في خلال مثلا من 5 ل7 سيشنز، ممكن تزيد شويه، ممكن توصل 8 ماكسيمم، يعني لو الكلاينت في حاجات كتير عايز ياخدها يعني في الجيرني دي. ودي بتكون الجيرني بقى معاهم. اخر بقى ال7 او ال8 سيشنز برضه تاني كلاينت هو اللي بياخد القرار، بس ديفنتلي بيكون اسهل بكتير جدا عن في الاول. خلاص هو بيكون عارف هو هيعمل ايه اوريدي، او ايه الكارير اللي هيساتل عليه، او لو بيكارير شيفت، او لو بيعمل ريتايرمنت بلان، او اللي هي زي الخطه بتاعت التقاعد. كل الحاجات دي بتكون 100% نابعه منه، بس خلاص نابعه منه بسهوله أهم حاجه. بس اوكي، فيري كلير يعني بصراحة، وشرح مستفاض وبسيط ما شاء الله يعني. كوتش أحمد، نشكرك يعني على الإسهاب والبساطة في الشرح. النقطة التانية بقى، أو بنحب نختم بقى بالبودكاست بتاعنا واللايف بتاعنا دوت بسؤال اللي هو: كوتش أحمد بقى، إيه اللي فرق معاك في السيلف ديفلوبمنت جيرني بتاعتك، أو في رحلتك في تطوير ذاتك؟ كل واحد بيبقى في حاجات كده معينة لما بيعملها بتكليك معاه، او بتروح جايبه معاه فعلا تغيير، او فعلا بيحس بتحسن. فتحب تشير ايه معانا من الحاجات اللي هي فعلا اثناء رحلتك لتحسين نفسك وتطوير ذاتك شايف انها فعلا فرقت معاك؟ ممكن يكونوا 3 حاجات من اللي انا قلت عليهم في السوفت سكيلز يعني. اول حاجه البرزنتابيلتي او الكوميونيكيشن سكيلز. ازاي انا عارف اكوميونيكيت مع الناس اكتر، مش اكوميونيكيت ان انا اعمل صحاب، الكوميونيكيشن حاجه وان انا اعمل صحاب حاجه تانيه، دي لسه هنجيبها. بس قصدي ان انا ابتدي اعرض نفسي، ابتدي اتكلم عن نفسي، ابتدي اعرف اكسبريس ماي سيلف، ابتدي انجيج في كلام او في توكس او في حاجه زي كده، وادخل زي ما حضرتك قلت التجربه، وادخل ستودنت اكتيفيتيز، وادخل ده وادخل ده. فالكوميونيكيشن ده بيضيف لك كتير جدا، بيضيف للبني ادم كتير جدا انه يتكلم ده، يتكلم عن الكلام ده، بيلاقي ان هو نفسه ابتدى يتغير وبياخد بوينت اوف فيوز مختلفه. فدي حاجه. تاني حاجه واللي نبع منها بقى النتوركينج، شبكه العلاقات. جدا جدا انا ما كنتش بعرف اعمل ده خالص خالص اطلاقا، بس باي بروفيشنال براكتسز، او خلال طرق معينه، او خلال كوميونيتيز معينه، او نتورك من حد عن طريق حد او حاجه زي كده. دي بقى من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا جدا، ان انا ما كنتش بعمل ده لحد من سنتين مثلا، او من سنه ونص كمان. فلما عملت السنه ونص دول او السنتين دول، كانهم ب5 سنين اللي فاتوا كلهم، في شغل بقى، في سيلف ديفلوبمنت، في تعلم، في ريسورسز، في ماتيريال. ودي من اكتر الحاجات اللي ببتدي بيها سيشنز التريننجز بتاعتي كلها، بخلي الشباب تنتورك اصلا مع بعض. لو حد قاعد طلع بحد او اتنين هيفرق جدا، وهيفرق معاه حتى في ريسورسز. لو محتاج كورسز، محتاج يسال على حاجه، محتاج بتاع، عنده ناس، بيئه او كوميونتي تفرق معاه. تالت حاجه، وهي اقوى بقى من كل اللي فات ده، وهيديك كل اللي فات ده: السيلف ديسبلين. مش بقول ان انا اشطر حد فيها، انا يمكن لسه بحاول فيها قدر الامكان، وبتطور فيها كل يوم عن اليوم اللي قبله.
بس حته ان انا اتس اوكي ان انا ممكن اجل خروجه النهارده او افوت خروجه النهارده عشان انا ام كوميتد تو حاجه. سيلف ديسيبلين ان انا ممكن حتى لو ما عنديش حاجه النهارده الصبح بدري حتى ايام الكليه او كده، لا انا هصحى الصبح بدري عشان عندي تايم تيبل وعندي تو دو ليست لازم تخلص. لازم مثلا اقعد اذاكر شويه عشان اشتغل على نفسي شويه في ال ان دي، عشان هعمل اصور فيديو في اليوتيوب شانل بتاعتي، عشان هعمل كذا. فاليوم اوريدي طويل، فانا هصحى ان شاء الله. هصحى لما بيبقى قدامي مثلا تاسك واثنين وثلاثه وبتاع، سيلف ديسيبلين مع حته ان انا اقسمها على الايام وابتدي لا انا كوميتد لده، فانا محتاج اعمل ده. فيجي لي بقى خروجه او يجي لي نزوله او يجي لي مش عارف ايه، او احس ان انا مش قادر شويه، احس ان انا زهقان، ما كانتش اي حاجه الحمد لله دي بتاثر على ده. وقدر الامكان بستيك تو ذا بلان، او الحاجه اللي انا عايز اعملها، او الجيرني اللي انا ماشي فيها، او الطريق اللي انا ماشي فيه. فالانضباط ده من اكتر الحاجه. الانضباط مثلا كانت بتيجي عليا فتره، الانضباط ناحيه برضه السوشيال ميديا، انا ما بمسكش الموبايل كتير. كان بيجي عليا فتره فعلا ممكن يومين وممكن ثلاثه مش بفتح الواي فاي اصلا بتاع الموبايل. يعني وصلت بيا مرحله ان انا عرفت اعمل ده. يمكن ده شويه قل دلوقتي بسبب ان انا اغلب شغلي على الموبايل، وكلاينتس وكوميونيكيشنز وحاجات زي دي كده، بودكاست وهتكلم وبتاع. يمكن ده قل شويه، بس كان في الاول انا عادي ممكن اقعد 3 ايام ما بفتحش الموبايل خالص ومركز في شغلي. فانا عامل كامب، بتعلم، بذاكر، بتفرج على بودكاست، باخد كورسز اونلاين، بقرا كتب. فده فرق معايا بشكل كبير جدا. فهم دول اكتر 3 حاجات: كوميونيكيشن، نتوركينج، سيلف ديسيبلين في كل حاجه، حتى في اللايف ستايل العادي يعني. بس دول فعلا النصيحه من كل قلبي، يعني بيرسونال اكسبيرينس بحت. ما شاء الله، لا بجد نصايح هايلة وجميلة، والجميل فيها ان هي implemented و practical. الموضوع مش بس كلام حد يكون مثلا بيقوله من كتاب او في كورس او كده. وذاتس واي بصراحة بحب السؤال ده جدا، يعني ان احنا نسأله للجيستس اللي معانا في البودكاست او في اللايف، لان انت جربت الحاجات دي بنفسك. بالظبط، بالظبط. فبجد ثانك يو على شيرنج الكلام ده معانا. قبل ما نقفل استأذنك، في حد بعت سؤال من الجزائر. في رانيا بتقول I am a PhD student in supply chain and logistics. Could you please give me some advices about how to do my research؟ وطبعا ممكن يكون انا فاهم ان احنا ككوتشز مش بندي advices، but you مم. can open for her، او يعني apply معاها how to reach الكلام دوت، او اديها guidance على القصة دي. من اكتر برضو الحاجات الريسيرشز بتختلف يعني باشكالها المختلفه. بس في لو هنتكلم في الكترونيك او حاجه على جوجل او سيرش او كده، وهنتكلم برضه لو حاجه بيرسونال. بس في مثلا ويب سايتس بتبقى مخصصه تحديدا لحته الثيسيسز دي، او حته ان انا اطلع معلومات اكريديتد، او يعني عايز اسميها ايه، طالعه من دراسات. في الويب سايت بتاع جوجل سكولرشيب، هو اسمه كده جوجل سكولرشيب. ده ويب سايت كل الداتا اللي عليه، كل الارتكلز اللي عليه معتمده، يعني هي طالعه فعلا معموله من جهات خطيره على مستوى العالم يعني، ومعتمده كبحث او كدراسه او كده. في جوه الويب سايتس دي هتلاقي كذا ويب سايت انا كنت فاكرهم، بس للاسف يمكن ما احتكتش بيهم بقالي كتير فنسيتهم شويه. فدي مثلا حاجه من ضمن الحاجات. الريسيرش مبني برضو بيسد على شويه، انا يعني عارف ان انا هطلع بره السنه كده شويه، بس مبني على يعني ديسيبلين بحت. في كتاب بحبه جدا اسمه ديب وورك بتاع كال نيوبورت، كان بيتكلم ان هو كان بيعمل PhD وكان محاضر في الجامعه، وكان عنده اسره، وكان بيخرج وبيعمل يتفسح. فكان مور ديسيبليند شويه، او بيركز اكتر شويه في خلال يعني بروجرام معين كده. ممكن ترجعي الكتاب هيفرق معاك قوي. الريسيرش بقى اكتر ان انا ابتدي نتورك مع ناس اصلا في المجال بتاعي يساعدوني في الحته بتاعت الريسيرش بتاعي، او يعرفوني ريسورسز اكتر. حاجه زي كده النتوركينج ده طبعا ديفنتلي على لينكدين. يعني انا شايف ان حضرتك بعت اصلا سؤال على لينكدين، فديفنتلي لينكدين ممكن عادي خالص بمنتهى البساطه، وانا بعمل ده اوريدي. ممكن ادخل في المسجز بتاعت حد او في الDM، اسلم عليه وبتاع، اتس ماي بليجر ان احنا نتورك. انا عندي مثلا اسئله في حاجه كذا 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 كذا، if you could allow me مثلا to go through a meeting. انا بساله لو انت تسمح لي ان احنا ندخل زوم ميتنج تلت ساعه نص ساعه، اسالك على كام حاجه، واسالك على ريسورسز عشان انا محتاج كتب معينه، محتاج كورسز معينه، محتاج ارتكلز معينه. ف it would be my pleasure. بيرد عليا، ببعت له الميعاد confirmed، ببعت له على الميل، وبنجو ثرو بقى البروسيس بتاعنا. ده دايركشن وده دايركشن تاني، والاثنين ديفنتلي لا غنى عنهم يعني.
اوكي، ثانك يو كوتش احمد على الجايدنس اللي انت وضحت لها، ونرجو يعني رانيا تبقى استفدت ان شاء الله وتاخدي بالانسايتس اللي قالها كوتش احمد. وفي النهايه حابب اشكرك كوتش احمد على الوقت بتاعك فعلا. ساعه ان الله شاء الله حضرتك. مفيده ونافعه لناس كتير. فبجد نشكرك على وقتك وعلى الايفورت والانسايتس اللي انت قدمتها لنا النهارده. شكرا لحضرتك، و it was my pleasure بجد ان احنا اتكلمنا في انسايتس مختلفه وفي انجلز مختلفه، زاويه مختلفه خالص للكلام بتاع الكاري كوتشنج، يعني من اوائل الاكسبيرينسز بتاعتي كلايف او كبودكاست. دايما الكلام ده بقوله في التريننج. فشكرا لحضرتك طبعا ان انت اديتني الفرصه دي يعني. ثانك يو، ثانك يو، وإن شاء الله نتقابل على خير بإذن الله. ونشكر كل الناس اللي تابعونا لحد الآخر، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجة إن شاء الله النهاردة. شكرا لكم، السلام يلا. عليكم.